ما عارفاش. عرفتو كنحس بنتي غادي تولي جاني بكا. كيف سمعنا اخواني اخواتي ان لبنى تقول لك انا حسيت بحال بنتي غتولد، وفعلا كان احساس صادق، لان اللي دوزات لبنى ويسرى ماشي قليل، دوزوا محاكم، دوزوا احزان، دوزوا افراح، المهم كانوا دائما اليد في اليد والظهر في الظهر، وكانوا مساندات بعضياتهم. والايام غادي تبين لنا واش كان صلح من القلب او كان فقط صلح لاخذ الصوره والسطور الى قضيه اخذ الصوره، وان الصلح كان صراحه كان صافي نطفيو صفحه الماضي ونبداو صفحه المستقبل، صفحه جديده. كذلك في هذا الفيديو غادي تلقاو الرسائل المشفره اللي صيفطتها يسرى لزهير، تتقول له مرحبا بك، انت الاب ديال ولدي وهو الاب ديال ولدك، ونصيحه لك اي يسرى، خلي وجود الاب دائما في حياه الولد ديالك باش الولد يطلع مكتمل نفسيا وجسديا وعقليا، لان فاش تكون احد الابوين ما كاينش، راك شفتي انت راك جربتي وانت حاليا باقا تجربي ان الام ديالك، الغياب ديال الام ديالك في حياتك مؤثر عليك يعني تاثير كبير جدا، ومؤثر حتى على النفسيه تاعتك. فانا نصيحه مني، حتى ولو هذا الاب مثلا مستقبلا ما قدرش مثلا يدفع مثلا المسائل الماديه، خلي علاقتك مزيان معاه ونضحيو من اجل الابن. يعني الا كنتي انت مثلا عندك مقتدره ماديا، ما فيها باس نغمضوا علينا ونغضوا البصر باش نخليو ديك العلاقه الزوينه بين الاب والابن، لان مهم الاب باش ما يحس بداك الفراغ العاطفي، بفراغ واحد الراجل في حياته ما يكبرش غير مع الام. لا، الطفل محتاج الاب والام، هادشي اللي كاين، وانا هادشي انا مقتنعه به. كذلك هناك رساله مشفره لسعاد تقول لها اياك واياك تعتبي لعندي للدار، يعني ما كاين صلح، ما تجي لعندي، ما تحلمي تجي لعندي، خليك في بلاصتك، انا اصلا ما تنثقش فيك وعمرني ما غنثق فيك، ولكن انا تنقول الايام كفيله بترميم داكشي اللي تهرس في الماضي، وسبحان الله ربي عطانا نعمه النسيان. فانا تنقول مستقبلا ماشي بالضروره شهر او شهرين، في الاعوام القادمه ممكن يكون هناك صلح، الانسان صافي تيكبر، تيدير عقلو، تيولي مسامح، دارت غلط صحيح، دارت غلط، خلي القضاء ياخذ المجرى ديالو، ولا كنتي بينك وبينها، اكيد غادي يكون صلح في يوم من الايام. اخواني اخواتي، خليكم مع الفيديو، ما تنساوش من التعليق الجميله ديالكم، والى فيديو مقبل ان شاء الله. نقدر بربيبه ديالي، سبحان الله حلمت انا جالسه بحال في السيجور، بحال هنايا في داري، وهي كتجي عندي، معها واحد البنت صاحبتها، وكتبان لي باقيه صغيره في عقلها، هي كبيره يعني الحجم وهذيك كيما راها دابا، ولكن كتبان لي في طريقه التصرفات ديالها باقيه صغيره، بحال شي بنت باقيه كتلعب. جات عندي، دخلت عندي، ما عرفت هذاك بحال البيت، دخلت عندي وهي تقول لي انا ولاد. قلت لها انا حويلي كيفاش ولدتي وهذا الكرش، وهي باقي عندها الكرش كبيره. كندير لها وهذا الكرش، كتقول لي اقسم بالله الا ولدت، اقسم بالله الا ولدت. كنقول لها مستحيل 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 ما ولدتيش، كي درتي ولدتي؟ كتقول لي اقسم بالله الا ولدت. عرفتوا البنات شنو درت لها؟ كنقول لها يلا وري لي باش نشوف الا ولدت، زعما عري لي عليك باش نشوف منين خرجت التربيه. اسمحوا لي على هذا التفسير، ولكن هكا الحلم. وهي كتنعس على ظهرها وكتوريني، كنلقى باقي فيها الدمايات باقيه كما كتولد المراه، ما ممسوحه ما مخيطه ما حتى حاجه، كنلقاها باقيه هكاك. وهي ولداتو في دارها وهبطت به هكاك، باش تشوفوا كيفاش ربي نبهني. ما عرفتش هذا الحلم هذا اللي عطاه لي ربي، ما عرفتوش شنو المعنى ديالو. هي جاني في بالي بانها كانت الفوق وولداتو وهبطت عندي، وما حساش بالحريق، وكتلعب وعادي، وكتهضر مع صاحبتها وكتضحك بالخير. كنقول لها ويلي ولدتي فين التربيه؟ قتلتيها، فين التربيه؟ كتقول لي راه هو فوق الناموسي، كدير لي راه هو فوق الناموسي، وكتولي تهضر مع صاحبتها ما مسوقاش كاع. مشيت انا كنجري للبيت وانا لقات التربيه كدير واه والسره ديالها هكا. دابا هي من كي ولداتها
نتفت لها داك السره وبقات ديك السره هكاك وديك السره هكاك وديك التربيه عريان وباقي بداك داك الدم ديالها بكل شيء هكاك محطوطه فوق ناموسيه. كنجري عطاوني بيتادين عباد الله، عطاوني بيتادين وجيبوا لي القطن، عطاوني بيتادين. والو ما كتسمعنيش كاع، ما كتسمعنيش، كتهضر مع صاحبتها وكتلعب. وكيجيني في بالي بانها باقيه صغيره ما كتعرفش، هكا كيجيني في بالي زعما ماشي كديرها بالعاني، كيجي في بالي بان ما كتعرفش كتهضر مع صاحبتها. وانا كنجري كنمشي للطواليت كنقلب على القطن وكنقول لهم جيبوا لي البيتادين نمسحو باش نلبسلو، وكنمسحو بالبرد باش ما يموتش بالبرد، وكنمسحو كنلويه غنموت ولبكى كنبكي. عرفتوا على ايه؟ دابا تفكرت انا بنفس الانفعال اللي كنت في الحلم، بنفس الانفعال اللي كنحس به دابا. عرفتي واحد الخوف على داك الدري وخايفه والبنت ما كتعرفش، وزعما هزيت داك الدري ومسحته بالبيتادين كامل ولويت وكاع هكا فقت انا على هذا الحلم. انا كيفاش فكرت بان هذا تنبيه عطالي ربي بان خصني نوض نوجد، لان البنت قربت تولد. وكنظن بان كيقول لي ربي بان انت غيكون عندك جزء من المسؤوليه في هذه الولاده، خصك تحزمي وخصك توقفي على شغلك. المهم البنات غنهضر في واحد الموضوع خفيف ظريف وغنهضر دغيا وكنتمنى تفهموني. والكلمه ديالي الشهير انا نهضر وانتم فهموا. شوفوا بعض المرات كنبغي شي مواضيع ماشي مباشره نجي نقول هكا مباشره، لا شي مواضيع هكا فهموني وصافي. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لا يسرى خص يكون معك فلان فلانه، لا شوفوا وكتبقاو توصلوا ان الفلان خصو يكون معايا. انا بالنسبه ليا كنقول لكم دابا ما غيكونوش معايا بزاف الناس، غتكون معايا غير ناس معدوده على رؤوس الاصابع، ولكن كنفضلهم 100 الف مره على، راني قلتها لكم في الاول يعني فهمتكم، كنفضل انهم يكونوا قلالين وكيبغيوني وما يأذونيش، على الاقل ما يأذونيش، على يكونوا بزاف وما تتعرفيش الادب منين يجيك. هذه الاولى. ثاني حاجه من الاحسن الانسان ما يحطش راسو في شي موقف بايخ واللي يمشي يجي عندي ولا شي حاجه، حيت ما نقدرش، راه ما غاديش نتحمل داك المنظر، داك النفاق. صراحه انا كنسميه نفاق كبير. من الاحسن ما يجي عندي حتى شي واحد. هذا الشيء هذا ماشي دليل على انني ما باغاش يجوا عندي، لا انا باغا، وهذا الموضوع مؤثر فيا بزاف ومني كنتفكرو كيأثر فيا. ولكن انا ما كنهضرش على اب ولدي بعدا باش تفهموني، كنهضرش عليه هو. كنشوف انه من حقه، من حقه يجي يشوف ولده. هذه بعدا الاب ولدي ما تقولش تقولوا لي كتسمعني ولا كتقول لا، انا ما كنهضرش عليه، فهمتوا؟ يعني باش ما يمشيش تفكيركم غلط. ولكن كاين اللي كنقصدهم ما تجيوش عندي، ما تجيو عندي في لحظه الولاده، قبل الولاده، من بعد الولاده، في اسبوع، في ذبيحه، في اي حاجه. ما تجيبوا لي هدايا لانه ما غاديش نقبلهم. ما تجيوش عندي نهائيا. هذه رساله باش ما تمشوش توقفوا ولا تطيحوا في شي مواقف خايبه. ما تجيوش عندي حيت انا راه ما غاديش نقبل، وما غنقبل لا دابا لا من بعد. ما عرفش من بعد، الله اعلم شنو غيدير الله، ولكن لحد الان ما نقدرش. واخا حيت ما عنديش مع بنادم اللي فوق ما بغى يعذبك في حياتك، فوق ما بغى يكرفسك في حياتك، فوق ما بغى يبكيك، فوق ما بغى يفتح واحد القضايا غير راسو يفتحهم، ولكن نهار يبغي يجمعهم يبغي يسدهم. انا كونتر هادشي هذا، ضد هادشي هذا. كتقولوا بعض المرات الله كيسامح، الله كيسامح، ولكن اللي كيتمادى بزاف عاوتاني وكيطغى اكثر من القياس ويأذيك، وهو راه عارف الله شنو قايلنا وعارف شنو خصو يدار وعارف راسو غلط وكيزيد يتمادى في الغلط، داك راه صعيب شويه باش تسمح ليه الصراحه. انا صعيب باش وهكا اصلا انا دايره صعيب باش نسامح. هادشي اللي كاين